السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ديالكم. بغيت نشارك معكم واحد الصلصه ديال الشوكولا اللي غادي تحتاجوها، يعني بزاف ديال الوصفات من بعد غنشاركها معكم ان شاء الله. يعني هاد الوصفه غير اعتمدوها وخليوها عندكم، وصفه اللي اقتصاديه كتجي صراحه رائعه، مذاق ديالها زوين بزاف واقتصاديه. كما كتشوفوا معايا خديت هنايا كاس ديال الحليب، من بعد زدت له هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، يعني معلقه اللي تكون عامره، 2 معالق ديال الزيت. انا هنايا خديت نشا، خديت واحد 2 معالق. انا شويه ما عجبتنيش، اني بالنسبه هكا تقالت لي اكثر من اللزوم، بعدها انا زدت الحليب فيها. صافي نتوما خذوا غير واحد المعلقه اللي هكا تكون كبيره لكن ما تكونش عامره بزاف، يا النشا يا الدقيق اللي كان عندكم، راه ما كاينش اشكال. خديت هنا واحد 3 المعالق ديال الكاكاو. بطبيعه الحال الكاكاو اللي يكون كنوعيه ديالو جيده راه كيعطي مذاق احسن. صافي كنخلطوا داك الخليط ديالنا، يعني راه اسهل من هاد الصوص ديال الشوكولا راه ما كايناش، كيجي صراحه بنين بزاف. ملي كنبقاو كنترنا هنايا برا النار، يعني كنخلطوا حتى كيدخلوا داك النواشف مع السوائل اللي عندنا مزيان. عاد كناخدوها من بعدها ناخدوها فوق البوطه، فوق البوطه اللي تكون النار اللي تكون هادئه، يعني ما تكونش نار اللي عاليه في الاخر، باش هكذا داك الصوص كياخذ وقته، كيجي احسن بالنسبه للدقيق ديال لا الدقيق اللي الا استعملتو دقيق ولا عاوتاني استعملتو الدقيق ديال النشا. كما كتشوفوا هنايا من بعد ما غلالي صافي هنايا راه تقال. خديت معلقه ديال الزبده، معلقه اللي صغيره بطبيعه الحال. زبده هنايا يستحسن ان تكون زبده اللي نوعيه ديالها زوينه، اني ما كانش عندك فيمكن لك ديري زبده ديال البواطه، يعني ما تكون نفس النتيجه لكن ماشي مشكل. هنايا كما كتشوفوا معلقه ديال الزبده كنديروها، الزبده ما كنديروهاش فوق داك الخليط وهو على النار، حتى كنحيدوها من فوق من النار، عاد كنزيد ديك الزبده ديالنا. كما كتشوفوا هنايا راه غير في السخونيه ديال داك الصلصه ديال الشوكولا راها كتذوب لنا. صافي هنايا كنخليوها واحد شويه، يعني ما كان واحد 30 ثانيه، فاش كنرجعوا كنلقاو ديك الزبده صافي راها دابت، ديك السخونيه راه كتذوب. كما كتلاحظوا معايا كما كتشوفوا، يعني يعني داك الصلصه ديال الشوكولا كيفاش جايه، صراحه الله كتجي زوينه بزاف بزاف، وصدقوني الا جربتوها راه غتعتمدوها عندكم. كما كتشوفوا يعني راه تبارك الله، يعني راه هضره على راسها، ما تحتاج انني نشكر فيها ولا شي حاجه، راه زوينه بزاف. صافي غادي ناخذ انا هنايا يعني الطبق اللي غادي نخليها فيه، بعدا غنغلفو. لكن الا بغيتي تخليها في زلافه او شي حاجه فتغل فيها، ما بغيتيش كان عندك دوك القراعي اللي كيديروا هكا كنديروا هكا في الثلاجه، قراعي ديال الزاج، ولا احتفظي بها، راه كتبقى لك هاد الوصفه من اسبوع لاسبوعين الا كنتي مستعمله الحليب ديال الحليب اللي كيكون معقم، يعني كتشوفي المده الصلاحيه ديالو، كتشوفي يعني كتكون هكا كتاخدي اللي كيكون المده ديال الصلاحيه ديالو، يعني فيها الوقت هو اللي كتستعمليه. بغيتي عاوتاني نتشارك معكم ان شاء الله وصفه غير بالماء، راه كتجي هي الوصفه ديالها زوينه.